يعني شيء رهيب جدا. وبالتالي القانون الدولي أصبح مادة دسمة يتم العبث بها كما تشاء القوى الدولية. آخر شيء ترد البال إليه هو احترام الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي. في اعتقادهم القانون الدولي هو وضع على مقاسهم فقط خدمة لمصالحهم. أما إذا كان هذا القانون الدولي يتعارض مع مصالحهم ومع أجنداتهم فلا بأس أن ندوس عليه، ولا بأس أن لا نعترف به بتاتا. هناك أمر بالقبض الدولي على مجرم الحرب نتنياهو، هل نفذ؟ هل تم؟ الآن هو يعني يزور بعض الدول دون إشكال، وهذا أكبر يعني تحدي للمجموعة الدولية وللقانون ولسلطة القانون. لو تعلق الأمر بشخص آخر لاحظنا أنه فيما يخص مادورو لم تثبت التهمة في حقه على أنه يروج للمخدرات، وتم اعتقاله دون يعني الاستناد إلى قاعدة قانونية صلبة. وبالتالي لا حديث الآن عن القانون الدولي ولا حديث عن الشرعية، بل هناك انتهاك لسيادة الدول، خاصة إذا كانت هذه الدول يعني لا تدخل في مخططات الإدارة الأمريكية وغيرها، وليست يعني حليفة لها، بل أكثر من ذلك إذا كانت هذه الدول محل أطماع من القوى الأجنبية. إذا تحدثنا عن فنزويلا واحدة من أكبر احتياطي النفط في العالم، وبالتالي حتى أن الرئيس الأمريكي صرح مباشرة قال يمكن للشركات الأمريكية أن تعود إلى فنزويلا والاستثمار في هذه الشركات ومساعدة بين قوسين الشعب الفنزويلي على تخطي محنه من خلال يعني تحديث البنية التحتية لهذه المنشآت البترولية. ولكن نعلم جيدا أن الهدف الأساسي من مثل هذا الأمر هو التخلص من نظام معارض للإدارة الأمريكية. والآن الأنظار متجهة إلى دول أخرى ربما قد تكون في عين الإعصار. الآن كان الدور على فنزويلا، ربما قد يكون الأمر كوبا، إيران، وحتى كولومبيا التي يعني هي في موضع أيضا حرج. إذن أعتقد أنه ما دام أصبح بإمكان القوات الأمريكية انتهاك سيادة الدول بهذه السهولة، بالتالي لا يمكن الحديث عن قانون دولي، لأن القانون الدولي هو قانون منظم للعلاقات الدولية. ولما نتحدث العلاقات الدولية نتحدث العلاقات بين الدول، وهذه العلاقة هي قائمة على أساس أولا احترام مبدأ أساسي راسخ وهو سيادة الدول. الآن مبدأ السيادة انتهكه الكيان الصهيوني من خلال اعترافه بأرض صوماليا في الصومال، وهذا انتهاك يعني صارخ للشرعية الدولية وللقانون الدولي. الآن تأتي الإدارة الأمريكية نفس الشيء، وبالتالي قضية تحريف الحدود والعبث بها العبث بأمن الدول. والآن لاحظنا سابقة هي اعتقال رئيس دولة الآن هو منتخب بالرغم من مهما كانت الطريقة التي انتخب بها كانت فيه تزوير.